السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. هنتكلم النهاردة عن رقم 9 في المنام. ظهور رقم 9 في المنام له دلالات مختلفة جدا. مبدئيا كده رقم 9 في المنام هو رقم سورة التوبة، السورة اللي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان فيها عتاب كبير للمخلفين اللي ما طلعوش في الجهاد. تمام. الرقم ده في الرؤية ربما بيقول الرائي خلي بالك عليك بالتوبة من أمر معين، في شيء ممكن تكون تخلفت عنه المفروض ان انت تعمله ومش بتعمله، في حاجة ممكن تكون في الحقوق معلقة عليك اللي انت تاخد بالك منها. فرقم 9 هنا بيقولك خلي بالك في حاجة المفروض تراجع نفسك فيها في الحقوق أو في الواجبات اللي عليك. بنيجي بعد كده لرقم 9 كلفظ في الرؤية. 9 فهي تسعى. تمام. ففي حاجة الرائي يعني بيبقى عنده بعض المعاناة في الوصول ليها بصراحة. رقم 9 صعب شوية على الرائي، بيبقى عنده شوية صعوبات وظهرت في الرقم ده. إذا تخلص من الرقم ده في الرؤية تعرف إنه تخلص من صعوبات وانتهت. تمام. طيب إذا جه في الرؤية مثلا رقم 9 إن هو بياخد فلوس 9 جنيهات أو ما إلى ذلك، فرقم 9 في المنام ممكن يظهر في بعض المتاعب زي ما ظهر مثلا في 9 آيات بينات، الآيات اللي هي ظهرت لقوم سيدنا موسى عليه السلام وكان فيها ابتلاءات. تمام. رقم 9 جه برضو رقم 9 في القرآن الكريم في 9 رهط. تمام. بناخد بالنا بقى هنا من الأصدقاء، بناخد بالنا من أصدقاء أولادنا إذا كانت الرؤية تخص الأولاد أو كده، فهنا فيها برضو إنذار. لكن احيانا رقم 9 في المنام بيكون مبشر جدا. ازاي بقى؟ اذا جه رقم 9 بدلالة شهر رمضان. شهر رمضان هو الشهر التاسع في الشهور الهجرية، فاحيانا لما يظهر رقم 9 في المنام تعرف ان الرأي ده داخل على العيد. خلاص هو زي ما خلص الصبر مثلا في رمضان، رمز الصبر على الجوع وعلى العطش، وبعد كده في فرحة للصائم فرحتان، وبعد كده في فرحة العيد. تمام. كل ده معناها ان هو خلاص بيخلص في الصعب، وان شاء الله اللي جاي بيكون فرحة كبيرة جدا وزي فرحة العيد كده، وان شاء الله ربنا يستجيب له دعائه. فرقم 9 ممكن يقول انه الشخص ده عدى بمراحل صعبة جدا. واحيانا رقم 9 بيدل ان الشخص ده عنده يعني شيء من السحر، فدي بتكون برضو حاجة على جنب للمعبرين ناخد بالنا انها احيانا بتدل على الاسحار او ان الشخص ده مسحور، لان قوم سيدنا موسى عليه السلام وفرعون والكلام ده كل القصة دي مشهورة بالاسحار، فجت 9 آيات فبنربط بينهم في التفسير. واخر حاجة عايزة اختم بيها ان احيانا رقم 9 في المنام بيكون تأويله 4 شهور، عشان سورة التوبة هي رقم 9 وتاني آية فيها هي 4 أشهر. فإذا كانت الرؤية بتدل على حالة زمنية أو على وقت زمني ممكن تدل على 4 شهور. 4 شهور مثلا فيهم عسر ويعدي 4 شهور وبعدها اللي جاي إن شاء الله يكون كل خير، إذا كانت الرؤية فيها دلالة زمنية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن الله وفضلي وتوفيقي. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.